من يومين نزلت Q&A على الانستجرام وقلت لكم اسالوني، وجالي اسئله كتير، دي شويه منهم، ولكن في سؤال لفت نظري وهو ايه الحل مع الكسل والتسويف. فالفيديو ده هقول لكم ايه الحاجات اللي انا بعملها وبتعامل ازاي مع الكسل والتسويف. عايز بس اقول لكم ان انا انسان متزوج عندي شغل وفي نفس الوقت بصور كونت، وعندي كذا حاجه بعملها في نفس الوقت، وممكن اليوم بتاعي بيكون كله مشغول، ولكن زي ما انتم شايفين انا قاعد دلوقتي وبصور فيديو يوتيوب. فازاي انا مش بعمل تسويف؟ ازاي بلتزم بالديدلاينز؟ ازاي بعرف امانج كل الحاجات اللي عندي؟ في البدايه انا عايزكم تفهموا ان سواء الكسل او التسويف ده مش عيب فيكم، دي آلية الدماغ بيعملها عشان يرتاح. انه ليه عندي كل التاسكات دي، ليه عندي كل الحاجات دي، طب ما ادخل انام، طب ما اروح اتفرج على مسلسل، طب ما انزل اخرج وافكس من الحاجات دي. فدي حاجه مهمه لازم تستوعبوا دماغكم بيفكر ازاي، ولازم تفهموا ان الدماغ مش بتشتغل على حاجه كبيره. يعني ما تقولوش مثلا انا عايز اغير العالم، انا عايز اخترع حاجه، لا يعني خلوها تاسك صغير. مثلا لو انتوا عايزين تذاكروا، فخلوا مثلا التاسك اللي انتوا هتخضعوا بيه دماغكم هو ان انتوا هتفتحوا الكتاب او هتفتحوا النوت بوك، بس هتفتحوها هتبصوا فيها، بس بتمهدوا لعقلكم. فده معنى كلمه ان انتوا تبداوا من الصفر. تاني حاجه ان انتوا تعملوا ديدلاين، ميعاد، لازم اخلص الحاجه دي قبل ما الميعاد ده يجي. حتى لو الحاجه دي مش يعني محدش هيحاسبكم عليها مثلا لو ما خلصتش قبل الميعاد ده، انتوا من نفسكم لازم تعملوا كده. يعني مثلا انا بالنسبه لي لو عايز اصور فيديو فبحط ديدلاين، خلاص انا النهارده قبل الساعه 6 لازم اكون عامل كذا وكذا وكذا وكذا. فده بيخليني مثلا اصحى بدري الصبح، اعمل سيرش مثلا على حاجه معينه انا هتفيدني في شغلي، هتساعدني فيها. انا مكسل مثلا، لو انا التاسك اللي عندي ان انا اصور الفيديو ده، فمثلا ممكن اشحن الكاميرا، افتح الشنطه، اشوف السيتنج بتاعت الكاميرا، يعني احاول اقرب من الموضوع، مش لازم خلاص على طول ابدا 100% في الموضوع ده. لو عقلي بيوهمني بان انا لازم ارتاح وفي نفس الوقت انا عايز اعمل الحاجه دي. وبرده ممكن تعملوا الديدلاين ده مع صحابكم، يعني تقولوا لهم مثلا انا ناوي ان انا بكره اعمل كذا كذا كذا، فتحسوا ان انتوا خلاص التزمتوا بالحاجه دي. تالت حاجه ابعدوا جدا عن المثاليه. المثاليه دي عدو ان الانسان يكون منجز في حياته. يعني انتوا تعملوا الحاجه مش احسن حاجه خالص، احسن من انتوا ما تعملوهاش خالص. يعني مثلا الفيديوهات اللي انا بنزلها دي هي مش احسن حاجه، انا عارف ان هي مش احسن حاجه في الايديتنج، في حاجات كتيره ممكن نصورها بالموبايل او بالكاميرا الاوزمو الصغيره وبتبقى الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه زي الكاميرا دي. انا عارف ده كويس، وانا نفسي ان انا اصور بالكواليتي دي واعمل ايديتنج وافكتس وحركات واصور في كذا لوكيشن واعمل كل الحاجات دي، ولكن انا عارف ان كل ده هيسحب مني طاقه كبيره جدا ومش هعرف انجز بقيه الحاجات. فبقول ان مش لازم تبقى الفيديوهات كلها مثاليه، على الاقل ان انا بافتح الكاميرا وباصور اللي انا عايز اصوره باي طريقه ممكنه. حتى الايديتنج ممكن يكون سيمبل عادي، مش لازم يكون الموضوع معقد وياخد مني اسبوع او مده كبيره. فدي العقليه اللي انا دايما بفكر فيها، ان انا ابعد عن المثاليه. رابع حاجه ان انتوا تغيروا السؤال اللي بيدور في دماغكم، اللي هو بدل ما تقولوا مثلا انا مش قادر اعمل كذا او مش قادر اشتغل، خلوها ايه اسهل حاجه اعملها دلوقتي ويبقى عليها علاقه بالشغل ده. مثلا ايه اسهل حاجه اعملها دلوقتي هتشجعني على الشغل. في ناس ممكن تقول مثلا لو انا اكلت اكله معينه، لو انا نزلت، ممكن خلاص لو هم فعلا عارفين ان هم هيلتزموا، لو نزلوا او خرجوا او كلوا الاكله دي وبعدها هيلتزموا بالتاسكات اللي عندهم، انا شايف ان دي الصراحه حاجه فير. خامس حاجه ان انتوا تفصلوا الحاجات المسليه عن الشغل او عن الحاجات اللي عايزين تعملوها. يعني مثلا لو انتوا عارفين ان انتوا بتحبوا التيك توك، بتقعدوا تعملوا سكرول، فخلوا الموبايل بعيد، ابعدوا اي مشتتات او اي ملهيات عندكم، الا بقى لو انتوا شغلكم متعلق بالموبايل او هتشوفوا حاجه على الموبايل فخلوها مثلا على اللابتوب. ما بيبقاش فيه مثلا انتوا تاخدوا كولز، ما بيبقاش فيه ان انتوا تعملوا على الواتساب، او حتى لو على اللابتوب في واتساب اقفلوا مثلا الواتساب. فابعدوا اي حاجه تشتتكم وركزوا بس في الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها. لازم تحطوا في بالكم او تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا مثلا انتوا لو عايزين تاجلوا الحاجه دي، هل مثلا شايفين الناس ممكن تحكم عليكم، شايفين انها مش هتطلع باحسن طريقه ممكنه، شايفين ان انتوا مش مهتمين دلوقتي بالحاجه دي، شايفين ان هي يعني اكتبوا الاسباب انتوا شايفينها ليه عايزه تتاجل، واكتبوا بقى جنبها الحلول ازاي ممكن تحلوا ده. وانس اصلا ان انتوا كتبتوا الحاجه في ورقه وبصيتوا عليها قدامكم، ده هيساعدكم ان انتوا تفكروا احسن ويساعدكم ان انتوا اصلا تنجزوا. انا في حاجه بعملها ان انا لما بكون عايز انجز حاجه او اعمل حاجه بكتبها عندي في الريمايندرز بتاعه الموبايل، فكل ما اخلص حاجه اعمل تشيك اعمل تشيك اعمل تشيك، فده بيديني احساس الانجاز، فده بيحسسني كده خلاص ان انا بقيت فاضي، بقى دماغي فاضيه، فممكن اكافئ نفسي مثلا اتفرج على مسلسل، اتفرج على فيلم، او اعمل حاجه انا بحبها. ازاي يا حبيبي بتتغلبي على بس بس الحاجه ان انا بكون عارفه ان انا عارفه اولها من اخرها وان انا اوريدي هعرف اخلصها قبل الديدلاين. لو عارفه ان انا محتاجه ترتيب بخطط لها بقى، عشان انا الحاجه لو مش مخططه لها يعني بجيب قلم وورقه وبتخططي؟ ورقه وقلم، من غير ورقه وقلم مش هعمل حاجه في حياتي. بالظبط. فهي بتمشي على
الحاجات اللي انا لسه قايلها. هي بتقول يعني لو حد مكسل في ان هو يروح الجيم ما يفكرش في الاحساس، يفكر في الشعور اللي هيجيله بعد الجيم. بس انا بشوف لو انا مكسل ان انا اروح الجيم ممكن انزل مسلسل، ممكن لو في البوم اغاني او حاجه عايز اسمعها فده ممكن بتشجعني ان انا ما بحسش بالوقت. فدي برضو بتعالج الموضوع ده. وبس ده كان كل حاجه عن الكسل والتسويف. اتمنى ان انا اكون جاوبت على السؤال بشكل فاتكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله بكره، وسلام.